قصة فيلمنا مليئة بالدراما والأكشن. كل اللي عليك تسمع القصة للنهاية علشان تستمتع بالحكاية. هنتعرف في فيلمنا ايه سر خيانة الضابط كبير لبلده الهند بعد ما كان مخلص لبلده، وليه كبير بيقتل خالد بعد ما دربه سن من فريقه. لو لسه ما اشتركتش في القناة مستنيك تشرفني باشتراكك، ولو عجبك الفيلم ما تنساش تضغط لايك علشان بيدعمني جدا. وبيبدأ الفيلم بكبير بينزل من على الطيارة. كبير ضابط في الجيش الهندي ومقاتل متوحش وقائد ممتاز، والعقيد بيطلب منه يضم خالد لفريقه ويقوم بتدريبه، وكبير بيرفض وبيقول له خالد اللي ابوه خان بلده وضربني بالنار، انا مش زعلان على الرصاصين اللي انضربت بيهم في كتفي، انما زعلان على زميلي اللي كان ضحيه ابوك. انت عارف يا خالد كيف قتلت ابوك؟ ضربته بطلقه في عينه في اليمين ودي كانت علشاني، وضربته طلقه في عينه الشمال ودي كانت علشان زميلي. فخالد بيقرر يدافع عن نفسه وبيطلب الاذن من العقيد علشان يتكلم. بيقول بغض النظر عن كلامك الجارح بس عندك حق، ابويا راجل خان بلده، بس انتم عرفتم منين انه خاين؟ وبيعرفوا انه امه بلغت عن ابوه لما شكت انه خاين وانها ضحت بجوزها علشان وطنها. وبيطلب منه العقيد يخرج علشان يقنع كبير، وبيقول العقيد لكبير الولد ده وفي للبلد على ما اعتقد، اتجند مخصوص في الجيش علشان يثبت انه عكس ابوه تماما. وبعديها العقيد بيعرف خالد انه انضم للفريق، لكن كن منتبه اي غلطه هتحفر قبرك بايدك. وفعلا بتبدا اول مهمه، الهجوم على ارهابي يسمى رضوان لياسي. كبير كان لسه بيشك في خالد وبيقول لهم هدفنا الرئيسي رضوان لياسي، وانه ضل 5 سنين متابع كل تحركاته، وانه مستعد يعمل المستحيل علشان يقتله او يتقتل، علشان كده مش عايز اي غلطه، ويا ويله اللي هيعمل اي غلطه. وبيعرضوا صوره واحده من رجالته اسمه بشير، وانه لازم يجيبوه حي علشان رضوان يطلع من المكان اللي متخبي فيه. وتاني يوم بيسافر الفريق للعراق وبيكونوا متنكرين علشان محدش يتعرف عليهم. ووقتها بيشوف كبير رجاله بشير ماسكين بنت علشان يموتوها. الكبير ما بيقدرش يسيطر على اعصابه فبيقتل امامهم، فبيمسكوه وبياخدوه لمكان مهجور وبيفضلوا يعذبوا فيه. وبيجي بشير فبيقول له انت عميل هندي صح واكيد جاي تقتلني، فبيقول له انا مش عايزك انت، انا عايز رئيسك رضوان لياسي. فبيقول له عايز توصل للرئيس وانت نفسك ما تعرفش فين دلوقتي؟ بيقول له كبير قدامك 3 دقايق وهتموت. بيقول له ايه يعني؟ رجالتك هينقذوك مش هيعرفوا يوصلوا لك لاني كسرت ريحه التتبع بتاعتك. بيقول له هو انت كسرت شريحه واحده بس انا معي شريحه تانية. وبيطلع جهاز التعقم من بقه وبيكشف له انه مكانه اتعرف. وساعتها خالد بيقتحم الموقع وبيبدا يموت فيهم كلهم، والفريق بيكون معاه وبيساعده في تنفيذ المهمه. وخالد بيدعك الدنيا بالعربيه ولكن بيضربوا عليه بازوكا، العربيه بتنفجر وخالد ما بيحصلوش اي حاجه. المهم خالد بيخش عليهم وبيكسر فيهم واحد ورا تاني وبيكونوا هيقتلوه، فكبير بينقده وما بيكونش فاضل غير العملاق بشير. خالد بيخش عليه ما بيعرفش يعمل معاه اي حاجه، بياخد قلمين وبيركن على جنب، ولكن بيخش عليه كبير بياخد نفس القلمين وبيركن جنبه. وقدروا يسيطروا عليه بصعوبه كبيره. بيرجعوا المعسكر وبتزوروا امه في المعسكر وبتطلب منه يرجع كرامتها قدام الناس بعد خيانه ابوه للبلد. وبينده عليه كبير وبيقول له خلص وتعالى المكتب. وفعلا بيخلص وبيروح له وبيأمره يجلس وبيسأله اذا كان في شيء لا زال يخفيه عنه. وبيقول له النهارده عملت كوارث بالجمله، عندك مشكله في عينك اليمين صح لكن كدبت علي، من النهارده انت مش معي في الفريق يا خالد بسبب الاعاقه اللي عندك. وبيقول له انا فريق عيلتي وسلامتهم مسؤوليتي، وانه اعاقته ممكن تكلفه حياتهم، جهز نفسك علشان هتمشي دلوقتي حالا. وبيسيبه ويمشي. بيقول له انت كده بتكسرني تاني، وانا صغير زمايلي في المدرسه عرفوا اني ابويا خاين، ضربوني وما كنتش عارف اعمل حاجه معاهم، وهم بيضربوني في ضربه جت في عيني سببت لي ضرر جزء في عيني اليمين، امي قالت لي من النهارده محدش هيطق فينا. بيقول له في البدايه انا كنت شاكك انك بتمثل علشان تكسب تعاطف اللي حواليك، كنت فاكر ان دم ابوك بيجري في عروقك، ولكن النهارده انت اثبتت العكس، وان اللي بيجري في عروقك دم امك مش دم ابوك. اهلا بك في الفريق يا خالد. وتاني يوم الفريق بيجتمع وبيعرفوا ان الياسي بيكون في المغرب. كبير بيقول لهم الياسي كل مره بينجح انه يهرب، انما المره دي مش هتقفي اي حد، وبخليهم يسلموا تليفوناتهم. وفعلا بيروحوا لدوله المغرب وبيكونوا في حاله تاهب، وبيوصل الياسي كلهم بيمشوا في الاتجاه بتاعه وكل واحد عارف دوره، وفعلا بيهجموا عليه وبيثبتوا رجالته. الياسي بيقول لهم انتم مش هتبطلوا محاولات في القبض عليا، كل مره بتحاولوا تقبضوا عليا انا بهرب، ليه بتحبوا تتعبوا نفسكم؟ بيقول له المره دي ما فيهاش هروب. بيقول له مش تشوف رجالتك الاول، جايز واحد فيهم يرفض. بيبص كبير على خالد ولكن الخاين ما بيكونش خالد، بيكون سراب واحد من اقوى رجاله كبير، بيبدا يقتل في زمايله وبيكون هيضرب كبير. وخالد بينقد كبير وبياخد الرصاص مكانه لكنه بيكون بخير وبيطلع
بيطلع يجري ورا سراب. كبير بيقول له ارجع، اهم حاجه نقبض على الياسي، ولكن خالد ما بيسمعش الكلام وبيستمر في الجري ورا سراب. وكبير يستمر يموت في رجاله الياسي. في الوقت ده مجموعه من رجاله الياسي بيوصلوا المكان، بيخبطوه بطلقه في قفاه، بيوقع من طوله. المهم كبير بيصحى من الغيبوبه بعد اسبوع، بيلاقي نفسه في المستشفى، واول كلمه بيقولها قبضنا على الياسي ولا لا؟ القائد بيقول له لا للاسف هرب مننا. وكمان خالد ما نعرفش عنه اي حاجه. فضل يجري ورا سراب لمده 20 دقيقه لحد ما الارسال انقطع. بيقول لهم خالد اكيد سراب ما يعرف يعمل معاه حاجه، ابحثوا عليه كويس واكيد هتلاقوه. وفعلا بيلاقوه مرمي ولسه عايش، بياخدوه على المستشفى، وبعد تعافي كبير بيروح له المستشفى وبيطمن عليه. خالد بيعرفه انه قدر يموت سراب وانتقم لكل الفريق. وبعد مرور مده 3 اشهر بيكون كبير لوحده في مهمه مراقبه احد اتباع الياسي. وبعد انتهاء هذه المهمه كبير بيخون وطنه، بيقتل واحد من اهم الضباط في المخابرات الهنديه. العقيد بيروح لرئيسته بيقول لها كبير غدر بينا وكمان قتل الضابط نايدو وما نعرفش ناوي على ايه. وبعدها بنروح لمدينه مالطا وبنلاقي عصابه بتاجر في المخدرات، ووقتها بيهجم عليه خالد وبيبدا يضرب فيهم وبيخلص عليهم واحد واحد، وبيكلم العقيد وبيبلغه بنجاح العمليه. العقيد بيعمل اجتماع وبيقول لهم كبير عنده 7 جوازات سفر لكن ما استخدمش ولا واحد منهم علشان يدخل الهند، احنا لازم نموته. خالد بيقول له واحد دربنا كلنا وحقق انجازات كتير للبلد، ايه السبب اللي خليه يخون بلده؟ العقيد بيقول له لما نمسكه يمكن نعرف، وبيأمر ثاني يقبض عليه. فبيقول له خالد انا الوحيد يعرف كبير كويس وعارف هو بيفكر ازاي. بيقول له بس انت بتحب كبير. بيقول له مش اكتر من البلد. بيقول له لو جات لك الفرصه هتقدر تقتله؟ بيقول له هقتله لانه مش بعزه قد ما بعز بلدي. وبيكون في منتهى الحزن عليه. بيبدا يدور على كبير. كبير بيتصل بيه بيقول له ازيك يا خالد. خالد بسرعه بيحطه على جهاز تتبع. بيقول له حطيتني على جهاز تتبع يا خالد، انا اقدر الف العالم في ثانيه. بيقول له ليه عملت كده يا فندم؟ ليه خنت البلد وقتلت نايدو؟ بيقول له لسه يا خالد، يا ما هقتل كتير زي نايدو. بيقول له مش هتعرف يا فندم لانك هتلاقيني في وشك قبل ما تقتل اي حد تاني. بيقول له افتكر اللي علمته لك ولو جات لك الفرصه اقتلني. وبيقفل المكالمه. تاني يوم بيهجم على طياره تبع الجيش الهندي، وهو بيخش على جنود ضابط شروف بيخلص عليهم واحد ورا تاني، وبيمسك الضابط شروف وبيرميه من فوق طياره. الطياره بتدمر بالكامل وهو بيفتح الباراشوت. في الوقت ده العقيد بيتجنن وبيقول لخالد ده تاني ضابط بيتقتل. بيقول له يا فندم انا بحاول قدر الامكان اعرف مكانه. بيقول له وصلت الحاجه؟ بيقول له قريب هعرف هو فين وناوي على ايه. بيقول له دي اخر فرصه ليك. بيكون خالد في طريقه للبيت بيركب المترو وكبير بيظهر له يكون لسه هيرفع عليه سلاح، ولكن كبير بيقول له ما تبقاش غبي، في ناس ابرياء وسطنا ما ينفعش هنا. بيقول له انت بتعمل ليه كده يا فندم؟ انت هديت كل اللي بنيته للبلد. بيقول له فات الاوان، انا جاي اقول لك توقف عن تتبعي، امك مش هتستحمل خبر موتك. بيقول له انا مستحيل اسيب القضيه دي يا فندم، على الاقل لما هموت علشان بلدي الكل هيكون فخور بي. بيقول له براحتك، انا هديك خيارين واختار الخيار اللي يعجبك، يا اما اقول لك انا بفكر في ايه وليه بعمل كده، يا اما اقول لك هقتل مين المهمه الجايه وانجز علشان هنزل المحطه الجايه. وبيساله خالد هتقتل مين؟ قبل ما يجاوب عليه بيختفي. خالد بيروح وراه وبيوصل له، ومن ازاز المترو كبير بيلزق له الاسم في الازاز، والضحيه الجايه هي الضابط بسواس. والمترو بيمشي. تعالى انا وانت نعرف ليه كبير بيخون البلد. كبير في مره من المرات اللي بيحاول يقبض فيها على رضوان الياسي وصل لواحد من رجالته اسمه فيروز. كبير اتعرف على واحده اسمها ناينا، وبيكون كبير بمركب ويراقب فيروز، وفيروز بيعرف واحد ان الياسي مجند 4 اشخاص من الجيش والحكومه والاستخبارات، بيوصل له المعلومات. وبيعرف كمان ان رضوان الياسي بيخطط انه يضرب دفاع الهند، وعلشان يضرب دفاع الهند بكل سهوله بيصنع صاروخ بيدمر به القمر الصناعي، القمر اللي بيدي اشاره للجنود اللي على الحدود ان في هجوم جاي عليهم. وعلشان كبير يمنع ده يحصل لازم يقتل رجاله رضوان ال4، ولكن في الوقت ده ما كانش بيعرف الا فيروز بس، والثلاثه التانيين ما يعرفش عنهم حاجه. فبيقرر يخبر ناينا انه اتعرف عليها علشان تساعده في مهمته، لان فيروز كان عاوز يتجوز بيها. وناينا بتكون متفاجئه وبتقول له انا عندي بنت وخايفه عليها، فبيوعدوها انه هيحميها. وبتروح له فيروز علشان تجيب معلومات 3 التانيين من اللابتوب بتاعه، وبتحط الفلاشه في جهاز الكمبيوتر بسرعه، وكبير بيراقبها من بعيد. وساعتها بيجيه تليفون من العقيد بيقول له انه هيقبض على فيروز باستخدام ناينا. وبعدها ايديتي من فريقه بتبلغه انه فيروز بيعرف دكتور تجميل اسمها مليكه، وبترسل له فيديو بيشوفه. بتقول له احنا لقينا فيديو تاني. بيشوف الفيديو تاني كمان وبيعرف انه رضوان الياسي مغير شكله لفيروز، يعني فيروز هو رضوان الياسي. في نفس الوقت فيروز اللي هو الياسي بيمسك ناينا وبيعرف انها عايزه تاخد معلومات من عنده، وبيجري كبير علشان ينقذها وبيخلص على رجاله الياسي. فبيتفاجئ بناينا سقطت قدامه وللاسف ماتت.
قاتل. كبير بيزعل قوي، والياس بيركب الطياره وبيقدر يهرب، وما بيكونش عارف مين الثلاثه اللي زارعهم الياسي. وبتمر عده ايام وبيتصل بايديتا وبتقول له انت قطعت اتصالك بينا ليه، وانه لازم يكلم العقيد. وبيقول لها العقيد هو الوحيد اللي كان يعلم ان ناينا كانت مع فيروز، ولما خبره ماتت، وبانه صار عنده شك بيه وبيطلب من ايديتا تساعده. تعرف بمين اتصل العقيد بعد ما اتصل بيه هو؟ فبتقول له انه اتصل بنايدو، وبيكتشفوا انه بيستقبل اموال خارجيه على حساباته، وعلشان كده قام بيقتله. وقبل ما بيقتله سالوا عن مين بيتعاون مع الياسي غيرك، فبيقول له على شروف اللي بيكون ضابط في الجيش الهندي اللي هو كمان قتله. وقبل ما يموته بيخبروا عن الشخص الثالث اللي هو بسواسي اللي معاه الهارد، اللي من خلاله رضوان هيقدر يضرب القمر الصناعي الخاص بدفاع الهند، وبيكون الدور تالي عليه. وكبير بيكون قايل لخالد انه هيقتل بسواس. في الوقت ده خالد بيكون مع بسواس في البرتغال، وبيقول له حياته في خطر وانه لازم يرجعوا للهند. ووقتها بسواس بيجي له تليفون من الياسي وبيساله عن قرص الرموز، بيقول له القرص جاهز وبيعرفوا اللي حصل. ولما بيكونوا في طريق بيحصل هجوم عليهم من طرف عصابه الياسي، والعربيات بتتقلب وطياره الهليكوبتر بتكون في المكان، وبينزلوا على العربيه بسرعه. وفي وقت ما بيكونوا عايزين ياخدوا بسواس بينقض عليهم كبير، بيضرب عليهم بازوكا وبيجي عليهم بالموتوسيكل الناحيه تانية. المهم مفيش حاجه بتوقفه، وهو بيخلص على الجنود واحد ورا تاني، وكمان بيوقع الطياره الهليكوبتر دي بالمسدس اللي معه. بيروح على بسواس وبيساله مين الشخص الرابع اللي بيساعد الياسي، بيقول له طيب فين الهارد، بيقول له في جيبي. في الوقت ده خالد بيضرب عليه الرصاص، وللاسف بيموت بسواس غصب عنه، وكبير بياخد موتوسيكل وبيهرب. خالد بيقوم له وبياخد الموتوسيكل ده وبيطير وراه وبيحاول يمسكه باي طريقه. وفي نهايه الامر هرب كبير. ولما نرجع للهند العقيد بيهزق خالد لانه مش عارف يقبض على كبير، وبيقول له يسيب القضيه دي لساني. خالد بيضايق وهو بيروح البيت يقعد على الكمبيوتر، وبيعرف كبير ليه بيعمل كده وان نيته خير من الشر. هو الكبير بيكون مع البنت اللي امها ماتت في المهمه. خالد بيروح له. في الوقت ده كبير بيكون لسه هيطلع المسدس، بيقول له بلاش علشان الاطفال، انا عرفت عنك كل حاجه، خلينا نتكلم بهدوء. في الوقت ده كبير بياخده لمكانه السري، وهو بيعرفه هو ناوي على ايه. وهو بيقول له انا وصلت لثلاثه دول ولكن مش عارف مين الشخص الرابع، بس الهارد اللي انا خدته من بسواس اكيد هيوصلنا لحاجه. وفي الوقت ده بيهجم عليه الجيش الهندي، بيخلصوا عليهم. بعدها بيروحوا هما الاثنين لايديتا في فرحها. المهم بيتشفر لهم الهارد، وبتقول لهم الهارد ده استخدامه خطير جدا، ده هيستخدم لتوجيه صاروخ لتدمير القمر الصناعي لقطع الاتصال بين الجيش الهندي والقياده. يعني العدو هيقدر يضرب صواريخ على الهند بدون اي انذار لجنود الهند. بس ما تقلقوش مش هيعرفوا يعملوا حاجه بدون الهارد ده. كبير بيقول لخالد خلي الهارد معك. وتاني يوم بيكونوا متواجدين في مركب وبيشربوا خمر مع بعض. في الوقت ده خالد بيسكب الخمر على الارض علشان كان فخ منصوب لكبير. كبير حالته بتوق جدا وبيوقع على الارض. خالد بيقول له عرفت مين الشخص الرابع؟ خليني احكي لك اللي حصل. لما خالد كان بيجري ورا سراب مسكه وخده يمين في شمال، المهم يعني كسر عظمه وكان خلاص هيقتله، لكن بينقذه رضوان. ضرب خالد بسلاح وسراب بيطعنه بسكينه في ظهره، ورضوان بياخد سراب وجثه خالد عند دكتور التجميل العالميه دي، وبيقلب شكله سراب لشكل خالد. العمليه بتنجح وبتعالجها الدكتوره. بعدها بيضربوه بطلقه في كتفه وبيرموه مكان خالد. بيكمل كلامه وبيقول له ايه رايك يا كبير، اتمنى تكون لعبتي عجبتك. وبيشيله وبيرميه في الميه، وبيروح عند رضوان الياسي وبيديله الهارد. وفي الوقت ده بيطلقوا الصاروخ اللي هيدمروا بيه الارض، ولكن كبير بيوصل لسفينه وبيبدا يخلص على الامن واحد ورا تاني، وبيروح لرضوان وسراب بيرفع عليهم سلاح. وسراب بيقول له ازاي انا قتلتك بايدي؟ بيقول له هو انت فاكر اني وثقت فيك؟ يوم القوه جت وهجمت علينا كانت عينك اليمين شغاله كويس، وخالد الله يرحمه عنده جزء متدمر في عينه. تاني حاجه جثه سراب ما اعترش عليها لحد دلوقتي، واحنا في القطر جايين على هنا اديتي اتاكدت ان في ازازه سم غايبه فعملت لي مضاد لسم اللي انت خدته. تاني حاجه حطيت لك في الهارد شريحه تتبع واديتك الهارد علشان توصلني بنفسك لرضوان. بيقول له فاتي الاوان، كلها دقايق والصاروخ هيفجر القمر الصناعي بتاع جيشك. في الوقت ده الصاروخ بيغير اتجاهه وبيتجه نحو سفينه. بيقول له كبير انا غيرت احداثيات الهارد. تراب بينصدم وبيضرب كبير، ولكن كبير بيمسك رضوان وبيقول له ارمي سلاحك هقتله. بيقول له ما بقتش فارقه، بيقتل رضوان وبيهرب من السفينه. كبير بيجري وراه وبيخرج من السفينه في اخر لحظه. بعدها السفينه بتنفجر، تراب بيهرب منه، لكن كبير بيجي له من الجنب وبيخش بالعربيه في عربيته وبيكسر بيها المكان ده، وبيطلعوا الاتنين سالمين وبيبداوا يتعاركوا. تراب بيسيب كبير في ايده بسكينه. كبير بيقوم ولا كانه في حاجه، بيخرج السكينه من ايده وبياخد يمين في شمال، وسراب بيمسك كبير بيكسر عظمه وبيكون خلاص هيقتله، ولكن كبير بيرميه من فوق. بعدها بينزل عليه بسقاله دي وبيسيبه ويمشي. وبكده كبير انجز مهمته. ام خالد بتكون فخوره بابنها خالد الشهيد، وكبير العقيد بيتصل بيه وبيقول له يلا علشان ورانا مهمه. بيقول له حاضر، وهنا بينتهي الفيلم. والسلام.